أخصائي تخاطب ومش عارف تبتدي منين بعد استخدام البرنامج المصري للغة والتخاطب على أكتر من 15,000 طالب. دي آراء الأخصائيين في البرنامج المصري. معاكم محمد فتحي السيد، أخصائي تخاطب والتربية الخاصة. أكلمكم عن البرنامج المصري للغة والتخاطب. بنصح الكل إن هو يشتغل بالبرنامج ده لأسباب كتير. من ضمن الأسباب إن هو مرتب بمعنى إيه؟ أولاً بيبدأ بداية من الانتباه المبدئي والتقليد والتواصل البصري والانتباه المبدئي والتقليد، مرورا بالاصوات وشامل كل حاجه. بعد كده لما بننتهي من مرحله التخاطب خالص تمام، ببدا اشتغل في حته الجزء بتاع اللغه قبل الاكاديمي، وظائف وعلاقات ومعكوسات والوان الى اخره. أنا ندى محمد، أخصائية تخاطب في مركز بورتج. حبيت أتكلم مع الناس المهتمية بالتخاطب عن البرنامج المصري للغة والتخاطب، وده طبعا بعد تجربة. لقيت إن البرنامج بيتميز عن غيره في كذا حاجة. أول حاجة إن احنا بنلاقي كل الكلمات اللي الطفل محتاجها في كروت، فمش هنحتاج نستخدم كروت تانية. مساء الخير، معاكم هدى سليمان، أخصائية تخاطب وتربية لغة من مركز بداية. النهاردة هكلمكم عن البرنامج المصري للغة والتخاطب. حقيقي البرنامج ده جميل جدا، بيبتدي من أبسط مستويات اللغة ومش مقتصر على اللغة. البرنامج المصري للغة والتخاطب، كل الفارق في حياة الطفل. للطلب أو الاستفسار ابعتولنا على رسائل الصفحة أو تواصلوا معنا على أرقامنا.